السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني قناة حكايات اليوتيوب. أنا غادة، أهلا وسهلا بيكم. وحشتوني جدا جدا. بتوحشوني من فيديو لفيديو، انتوا عيلتي الكبيرة، أهلا وسهلا بيكم. في بداية الفيديو أحب أحب أشكر كل متابع ومتابعة تفضلت ودخلت قناتي، نورتيني وشرفتيني. أحبكم جدا جدا في الله. انتوا عيلتي اللي ربنا اداها لي، ربنا يخليكم ليا يا رب. وبحب اشكر كل من تفضل وعمل لي لايك، اهلا وسهلا بيكم. وكل متابع ومتابعة عملت تعليق حلو زيها ويا رب يا رب يخليكم ليا، انتوا عيلتي الكبيرة، اهلا وسهلا بيكم. وفي بداية الفيديو اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس. انا غادة، واعملي لايك للفيديو لو عجبك عشان يوصلك مني كل جديد بإذن الله. قبل بداية الفيديو أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكلنا ندعو لأهل غزة، ربنا يا رب يفرج كربهم عاجلا ليس آجلا، اللهم أمين يا حنان يا منان يا رب العالمين. ارحم المستضعفين في غزة، اللهم أمين. والنهارده فيديو جديد ورياكت جديد يا ولاد. عن مين؟ عن ماما نوال. ماما نوال يا جماعه، واراء الاعلام المصري بتاعنا عن ماما نوال وسرقه ماما نوال. كلنا عارفين يا جماعه ان نوال الدجوي او دكتوره، انا مش عارفه هي دكتوره في ايه، بس راي الاعلام المصري عن سرقه نوال الدجوي. طيب، اول حاجه عندنا لميس الحديدي وشهرتها خميس الحديدي. طلعت علينا لميس الحديدي وهي زعلانه جدا، مقهوره جدا على الكلام اللي بيتقال عن ماما نوال. انا قلت لكم ان الاعلام المصري مسمي الست دي ماما نوال، مسمي المليارديره ماما نوال. طيب يا خميس حديدي، انت زعلانه قوي؟ ازاي الناس تتجرأ على ماما نوال؟ ازاي يا جماعه انتوا تجرأتوا؟ ازاي تقولوا انت جبتي كل المليارات دي منين يا نوال؟ ده انت بابا نويل، ده انت ماما نويل، انت جبتي كل ده. ده طبيعي يا جماعه؟ ده طبيعي؟ احنا بنحط في بيوتنا 5000 جنيه، يوم ما نحط 5000 جنيه في البيت نصرف منهم، ده يبقى يعني معجزه. انت حاطه مليارات بتصرفي منها، حتى 15 كيلو دهب بتجيبي الدهب تصرفي منه، تجيبي منه كده على البيت. من الطبيعي ان الناس هتقولك من اين لك هذا؟ ده عادي. كمان الدولة من حقها تقولك من اين لك هذا. خميس الحديدي طلعت علينا بالقمر بشعرها الاصفر. القمر ده اول ما بتطلع علينا في التلفزيون طلعت علينا كده حلوة قمر، طبعا كيوت في نفسها. يا جماعة ما يصحش، يا جماعة عيب، احترموا نفسكم، ما تجيبوش سيرة ماما نوال في حاجة. ماما نوال دي كيوت، دي ست. بتقول لكم خميس الحديدي يا جماعة بتقول لكم مش كل واحد معاه فلوس يبقى حرامي. لا 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 لا، يعني مثلا انا كخميس الحديدي، انا ولا قرع جوزي دباديبو، احنا الاتنين معانا ملايين بس بره، مش جوه، مش هوبلي بقى بنحطها في البيت كده ونسرق لا لا لا، احنا بره. فعيب، ما يصحش. هي خايفه خميس الحديدي تتسرق وتدور الدوره كده ونعرف ملايينها كام. ما تقولي لي يا خميس، عندك كام في البيت؟ يعني شكلك عندك كتير، صح؟ يا بختك. المهم يا جماعه طلعت علينا بقى وبتقول لكم عيب، ما يصحش ان انتوا تقولوا على الست الفاضله كده. لا لا، مش كل حد يبقى حرام يا جماعه، مش كل حد عنده 50 مليون جنيه في البيت و3 مليون دولار و150 كيلو ذهب والافات استرليني يبقى حرامي. لا، هو مش حرام يا خميس، هي تاجرة مخدرات، تاجرة أعضاء، حاجة كده. طب يعني قولي لنا، أصل الورث أيام زمان ما كانش دولارات، الورث كان دولارات واسترليني.
طيب خميس الحديدي طلعت علينا يا جماعه بتقول لكم ما يصحش كده وعيب، ومحدش يجيب سيره ماما نوال باي حاجه سيئه، ومش كل حد يبقى حرامي. لا، ده ست فاضله وست جميلة وفقدت ابنها وبنتها وصعبانيات بقى. يعني ايه نوال الدجوي صعبانيات بقى؟ ده ابنها مات، ده بنتها ماتت، ده ما يصحش وعيب. والله يا خميس الحديدي انا كنت يعني ايه، خلاص طلعت فيديو عليها وخلاص. انتي حمستيني ان انا اطلع اتكلم في الموضوع، بما ان خميس الحديدي بنفس ذات نفسها طلعت على نوال الدجوي وقالت، يبقى اكيد نوال الدجوي حراميه. اعرفي على طول اي حد خميس الحديدي او عمرو اديب او احمد موسى يتكلم عليهم ويدافع عنهم حرامي. اعرف انه حرامي، اعرف انه حرامي. قدام هي بتدافع عنها على طول اعملي كروس واعرفي انها حراميه. واتفضحت فضيحه بجلاجل، فضيحه بجلاجل. طب جوزها عمرو اديب الاقرع يقرع. المذيع لازم يكون بشعر على فكره، البس باروكه. طيب عمرو اديب طلع علينا وقال لنا يا جماعه، يا جماعه انا جالي معلومات. جالك معلومات بايه يا عمرو؟ قول لي ايه المعلومات اللي جات لك؟ جالي معلومات ان الدكتوره نوال الدجوي ممكن تكون ناسيه. لا 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 لا، هي ما عندهاش في الخزنه اصلا الا 5 جنيه، ودي اللي اتسرقت مع جنيه ذهب والله، وسلسله فضه وخاتم فضه. هي ناسيه ست تسعينيه. عمرو اديب بيقول لنا انها ست تسعينيه عندها 90 سنه وعندها مشاكل في الذاكره. فلا لا لا، اصل هو مره عمرو اديب يقول مره ورث ومره اصلها ناسيه. انا عايزه اعرف سر الدفاع عن نوال الدجوي من عمرو اديب وخميس الحديدي. يعني ليه بتدافعوا؟ ليه بتدافعوا؟ خلاص ما يعني اتسرقت. السرقه اجت كده من محضر التحقيقات، وبعدين دي مش اي سرقه، ده حفيدها اللي سرقها. يعني هم عيله حراميه في بعض، يعني هم عيله بتسرق بعض. حضرتك إيه انت طالع اسفه طالع تدافع عن ايه يعني؟ هو كذب وتعريض وخلاص يا عمرو؟ هو احنا التعريض في دمك انت وخبيث الحديدي؟ انا عرض وخلاص؟ التعريض بلا هدف، الشغلانه تعريض مقابل ملايين. انت عمرو اديب بتاخد ملايين طبعا. انت ما هو بصوا يا جماعه، هم اصحاب الملايين بيدافعوا عن بعض. يعني تحس ان الحراميين بيدافعوا عن بعض، كلنا نقف جنب بعض عشان مسيرنا نوع الوقعه دي. فايه نلاقي بقى اللي ايه، عمرو اديب يلاقي اللي يدافع عنه، وخميس الحديدي يلاقي اللي يدافع عنه وكده. وهم اوحش ناس بيطلوا علينا في الشاشه، اوحش وجهه للاعلام المصري خميس الحديدي وعمرو الاقرع اللي على قناه سعوديه مش مصريه. بتدافع عن ايه؟ حرامي بيدافع عن حرامي، حرامي بيدافع عن حرامي. طب يا خميس الحديدي ويا عمرو اديب انا هوجه لك سؤال، قول لي شهاده نوال الدجوي ايه؟ قول لي الشهاده بتاعتها ايه؟ ايه شهادتها؟ اخده شهاده ايه؟ ولا الدكتوره ده الدلع بتاعها؟ ده دكتوره ده الدلع. صدق شهادتها ان هي ورثت حته ارض عملتها مدرسه وبدات تمتص الاهالي في مصر بالتعليم الخاص، بدأت تجر فلوس من المصريين وسرقة سرقة سرقة على حس التعليم الخاص. ايه الشهادة او ايه المؤهل الدراسي لنوال الدجوي يوصلها ان هي تبقى رئيس الجامعة؟ ايه المؤهل؟ الفلوس ولا انها حرامية؟ ايه المؤهل؟ انا اقول لكم المؤهل تعريض. زي عمرو اديب بالظبط، يدافع ويقف جون على واحدة ست حرامية واتفضحت قدام الناس. ايه المؤهل الدراسي بتاعها اللي يأهلها انها تبقى رئيس جامعة، تتولى منصب رئيس جامعة؟ ايه اللي يخليها تحط كل الفلوس دي في بيتها ولا تثق بالبنك؟ ما الناس بتحط فلوسها في البنوك. لفضيحة رب العالمين قادر يفضحهم، رب العالمين قادر يفضحهم. هل يعني، طب انا هسأل سؤال تاني، الجامعة اللي هي الخاصة بتاعتها MSA هل هي معتمدة؟ يعني مثلا حد لما ياخد شهادة فيها يعمل دراسات ياخد شهادة معتمدة بره؟ لا لا.
إذا هي لا ضحت يا عمرو أديب بالتعليم، ولا أصل لا ضحت في سبيل التعليم. مين دي اللي ضحت في سبيل التعليم؟ طه حسين. طه حسين يا ولاد. نوال الدجوي دي حرامية يا حاج، حرامية. وسبحان الله ربك فضحها على الملأ، لما بيستر كتير، لكن للأسف فضحها على الملأ. عمرو أديب تعريض بلا هدف. خميس الحديدي تعريض بلا هدف. وأحمد موسى يا جماعة طلع علينا زعلان قوي. أحمد موسى، أنا بطالب أحمد موسى بالتبرع من ثروته المليونية لماما نوال وعمرو أديب الأقرع. لو سمحت طلع من ثروتك اللي في البنك وادي لماما نوال. وخميس الحديدي احنا هنجيب سيرة نوال. انتي بتقولي بلاش شوشرة واصلها مش حرامية، وعيب يا جماعة، ما يصحش يا خميس، تزعليش. انتي حرامية زيها حبيبتي، زيك زيها. المصريين احرار في اللي بيكتبوه على السوشيال ميديا، مصريين احرار في اللي يقولوه يا حبيبتي. انت مش هتوجهي الناس، انت اخر واحده توجهي الناس تعمل ايه. انت اول ما بتيجي على الشاشه بعرف ان في كذب، بعرف ان في تعريض. والله قوم اقلب القناه على طول. اول ما تيجي على شاشه بنموت فيكي، ما اقولكيش بقى خميس بنحبك قد ايه. موت. انت وعمرو احمد موسى محبته بتسري في قلبي. يا خبر على اليوم اللي بشوف فيه يا ولاد احمد موسى، بفرح قوي. بقى في كميه من السعاده لرؤيه ان دول واجهه سيئه للاعلام، دول واجهه سيئه انهم يمثلوا مصر. ازاي كليه الاعلام بتاعتنا ما بتطلعش مذيعين ومذيعات محترمين، نقدر نثق فيهم، نقدر نسمع منهم، نقدر الثقة بيننا وبينهم ان احنا نصدقهم. انما يا خميسي حديدي واحدة حرامية طالعة تدافع عنها ليه؟ ايه هي اللي عملته نوال الدجوي في مجال التعليم؟ هل هي خصصت في كليتها وفي جامعتها الخاصة مجال للطلبة متوسطي الدخل، دخلتهم بنص المصاريف بربع المصاريف؟ هل هي عملت ايه للمصريين غير ان هي صاحبة كلية خاصة؟ ايه هي اللي خصصته للناس وعملته للمصريين عشان نقول هي لها انجازات في مجال التعليم؟ هي ملهاش انجازات في مجال التعليم غير ان هي حرامية بتستغل الناس، وبتستغل فلوسها بتقبض بالدولار وبتاخد بالدولار، وكمية فلوس مهولة، مفيش انجازات في مجال التعليم. دي صاحبة كلية خاصة يا جماعة. لا وطالعة نوال الدجوي دي يعني في برنامج، انا سمعتها برنامج بتقولك لازم كل واحد مقتدر يعمل حاجة للناس الغير مقتدرة. طب انت يا حاجة نوال، يا ماما نوال، عملتي ايه للناس غير المقتدرة من الطلبة؟ عملتي ايه حبيبتي؟ ايه عملتي؟ زودتي المصاريف، قبضتي بالدولار، صح؟ انت ما عملتيش اي حاجة للتعليم في مصر، انت ما ضفتيش اي حاجة للتعليم في مصر. وخميس حديدي يا ريت ما تكلميش برضو باسم المصريين حبيبتي. احنا نقدر لينا لسان ونقدر نتكلم، معرضة كبيرة. ويا ريت ما تسلميش على جوزك، يا ريت تقولون احنا مش طايقين نشوفه على الشاشة. عارفة لو سافر السعودية وقعد هناك يبقى اريح لينا. والله انا بدعو لتخريج دفعة جديدة من المذيعين والمذيعات، يكون ليهم هيئة كده وشكل مش مستفزين للناس. عشان ما اطولش عليكم، توحشوني الفيديو الجاي. طب انا عندي حق ولا مش عندي حق؟ لو عندي حق قولولي في التعليقات. لو عجبك الفيديو اضغطي لي لايك، ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناه. ومش عايزه اطول عليكم عشان اللي مشغل باقه. ربنا يخليكم ليا، بحبكم جدا في الله، وتوحشوني جدا للفيديو الجاي. مع السلامه.